بتدور أحداث الفيلم عن أخين محاربين فرجتهم مدرسة فنون قتالية غصبا عنهم، وكل واحد منهم بيتحول لمحارب ويبقوا أعداء، وبيدور كل أخ على التاني في الجبال عشان ينتقم منه ويقتله. بيبدأ فيلمنا في القرن 16 بعد ما اسبانيا احتلت الصين واستسلم كل شعبها للغزاة، وكان لسه في عدد من القبائل رفض إنها تستسلم ليهم، واتبعت القبائل أسلوب الأنقى في القتال ويواجهوا الجيش الأسباني بكل قوة. وبتبقى القبائل دي يا زميلي مخبيها سر كبير ومدمر، وهي حركة من حركاتهم في القتال واسمها قبضة الكوندر. والكوندر ده بيكون النسر الضخم القوي، وكانت شعوب الأنقى زمان معتقدين ان الكوندور هو حلقة الوصل بين عالم البشر والآلهة، وكانوا مقدسينه جدا لقوته. وبتبقى حركة الكوندور هي حركة مميتة وسرية ورثتها قائد القبائل عن بعضهم دي واحتفظوا بيها لنفسهم بس. وبيكون في كتاب نادر بيحكي فيه عن فنون القتال الفريدة دي وطريقة تعلمها اللي هي قبضة الكوندور، وبيحكي بالتفصيل الممل، لكن بتكون في منه نسخة واحدة بس، وبتحصل معركة كبيرة جدا بسبب الكتاب ده. وبيقدر زعيم واحد بس انه يهرب بالكتاب للجبل الجنوبي ويتعهد على نفسه انه يورثه الكل اللي قلبه صادق عشان ما يقعش في ايد حد غلط ويدمر بيه البشريه. وبينتقل الكتاب يا صاحبي من جيل لجيل وعلى الساحل، وبنشوف ان في شخصين بيجهزوا نفسهم عشان يدخلوا في قتال مع بعض، وواحد منهم بيفضل يلوم نفسه لانه ما رضاش انه يدخل في اي قتال ابدا، وانه ضرب نفسه لمده 6 سنين متواصله، ودي مده كبيره جدا لمحارب زيه. وبيتكلم نفسه وبيتكلم عن شخص مجهول انه كان المفروض يبقى جاهز عشان لو قابله في اي وقت، او لو الشخص ده هو اللي دور عليه ولقاه يبقى. وبيقرر اخيرا يدور على اخوه ينتقم منه، وبيتحرك بالموتوسيكل بتاعه وبيدخل بيها الغابه. وتاني يوم بيكون في الغابه وبيفضل يلوم نفسه انه اتحول لشخص هو ما كانش عاوزه، وما بيقدرش انه يلوم اخوه لانه ملوش ذنب. وفجاه بيهجم عليه شخص وبيفضل يحاول يهجم عليه بالسكينه، وبيدافع المحارب عن نفسه وبيحاول يفهمه انه مش هو اللي بيدور عليه، وبيبدا في القتال. وبيفتكر المحارب لما كان بيتدرب على نفس الحركه اكتر من 1000 مره علشان يقاتل بيها من غير تفكير بكل سهوله، وبيقدر انه يضربه ضربه يوقعه فيها. وبياكد له مره ثانيه انه مش هو الشخص اللي بيدور عليه، هو عارف انه قصده على اخوه، لكن ما الراجل ما بيصدقهوش وبيقول له انه بيكذب عليه، وان كل الناس عارفه انه ما عندوش اخ عشان ما ياخدش منه الكتاب اللي سرقه من مدرسه الكوندور. فبيسيبوا المحارب وبيمشي، لكن بيرفع عليه الراجل السلاح وبيصمم الشاب انه يسلمه شنطته، فبسرعه بيرميها عليه المحارب وبيرجع له القتال تاني. وبيقدر المحارب انه يهزم الشاب، وبيركب موتوسيكل وبيمشي، وهو بيفتكر كلام ووك انه لازم يغفر لاخوه. وبيفتكر المحارب كمان كلام معلمه لما ساله بعد ما بقى محارب محترف دلوقتي المفروض يعمل ايه. فبيقول له معلمه ان قدامه حلين، الاول نفتح مدرسه تدريب فنون قتاليه ويبقى معلم بقى ويلف العالم ويقاتل اساتذه القتال. وبيحكي له معلمه على نفسه لما كان في نفس السن، لما دخل في القتال مع متشرد من الشارع وقدر المتشرد انه يهزمه بكل سهوله، واعجب المعلم بيه جدا، طلب منه يبقى معلمه، لكن المتشرد بيرفض وبيقول له انه ممكن يروح الجبال الجنوبيه وهناك هيلاقي مدرسه كبيره بتتحدى قوانين الطبيعه. وسمع المعلم كلامه ودور على المدرسه في الجبال لغايه لما لقاها، وبيوافق معلم المدرسه انه ينضم ليهم. وبيكمل كلامه وبيقول له ان ما كانش في ساعتها غير طالبين، هو وبنت تانية لقبها المعلم باسم سيده الكوندور، وسماه هو الراجل الدوده. وزي يا صاحبي ما الطيور بتاكل الدود، عملت السيده فيه وهزمته هزيمه سحقه لدرجه انه اتعالج نفسيا بعدها. وكان تفسير معلمه على فشله ده انه كان عقله منظم في كل حاجه حتى حركاته، ده ما ينفعش في فنون القتال لانه لازم يتوقع الحركه الجايه للخصم، والنظام ده مش هيساعده. وبنروح للجبل وبيكون هناك راجل شبه المحارب بالظبط، وبنعرف ان اخوه توأم، وبيبان انه دلوقتي بقى سيد الكوندور. وبيجي له شاب من تلاميذه وبيقول له انه لقى اخوه، وبيحكي له عن حال اخوه وحلق راسه كده زي الراهب، وبيلف في الغابه بموتوسيكله من غير هدف. وبيقول له كمان انه عرف ان اخوه استخدم قبضه الكوندور، وانه مستغرب ازاي ده حصل، والوحيد اللي معاه نسخه من الكتاب اللي بتشرح قبضه الكوندور معاه. وبيشك فيه وبيسال الشاب سيده باحراج كده لو الكتاب لسه معاه، فبيرد عليه السيد وبيقول له يمكن السيده العجوز عملت نسخه تاني منه. فبيتعصب الشاب لانه فهمه ان في نسخه واحده بس من الكتاب، وبسرعه بيعتذر له الشاب وبيأمر السيد انه يدور على اخوه ويقاتله، ولو قدر يهزمه جايزته هتبقى الكتاب الكوندور. بيساله الشاب بتردد لو هو حابب يقتله بنفسه زي ما كان بيتمنى. بيهرب السيد طبعا من السؤال ده وبيقول له انه ملوش لازمه، وبيطمنه الشاب انه هيقدر يهزمه بسهوله، وان هو كمان لازم يتعاقب على اللي عمله فيه. وبنروح للمحارب وهو بيتمرن وهو صايم لانه فاكر انه كده هيبقى اقوى. في نفس الوقت بيفتكر سيد الكوندور وهو صغير لما كان بيتدرب مع زمايله، وبتدخل عليهم سيدة الكوندور علشان تعلمهم حركه جديده وهي ان يمشوا على حروف سله مليانه حطب. وبيعرف واحد من تلاميذه انه يعمل نفس الحركه، فبتطلب منهم انه يفضوا السله ويعملوا نفس الحركه. وطبعا لما بيحاول تلميذه انه يجربها بيقع وبيفشل لانها حركه مستحيله طبعا، فبتجرب السيده انها تعملها بنفسها وبتقدر وبكل سهوله، وبينبهر كل التلاميذ. وبتقول ان عشان الانسان يبقى جسمه خفيف لازم يتخلص من الانانيه لانها تعتبر ضيف تقيل عليه وضيف شرير في جسم الانسان. في نفس اليوم بيروح المحارب لبار علشان يجيب منه ميه، فبيشوفوا زعيم المافيا هناك وبيروح له زعيم المافيا وبيفضل يتريق على شكله وريحته، وبيحاول انه يستفزه بكل الطرق لدرجه انه بيضلع على راسه كوبايه الكحول اللي في ايده. لكن يا زميلي المحارب ما بيديش اي رد فعل خالص وبيسيبه ويمشي. وهو في الطريق راجع لخيمته بيفتكر لما قتل سيده الكوندور، ولما بيجي له اخوه عشان يدافع عنها فبيضربوا عدد من البنيات وما يقدرش يقوم بعدها، وكنوع من انواع الاستهزاء كمان بيتبول عليه وبيروح يسرق كتاب الكوندور. وبيفضل اخوه يعيط وهو على الارض لانه ما بقاش قادر يقوم يمنعه من سرقه الكتاب او حتى انه يقدر يقوم ينقذ معلمته من الموت. وبيتعصب المحارب ودمه بيغلي لما يفتكر الكلام ده، وبيقرر
يرجع البار وينتقم منهم. وفي البار بنلاقي الزعيم بيضايق بنت مع حبيبها وبيفضل يعكسها وما يقدرش حبيبها يتكلم معاه لان بيكون خايف جدا منه. في نفس اللحظه بيدخل المحارب البار وبيطلب كوبايه كحول. بيروح للزعيم عشان يضايقه تاني وبيقرر المره دي بقى انه يضربه وبيروح للمحارب، لكن المحارب بياخد كوبايه الكحول اللي طلبها وبيدلقها فوق راسه زي ما عملها معاه اللي هو كده احنا خالصين، وبيبدا يضرب فيه وفي رجالته وبيقعهم كلهم على الارض وبيهزمهم كلهم وبيسيبهم عشان يمشي. وبتروح البنت اللي ضايقها الزعيم وبتضرب فيه وهو على الارض. وبيجي المحارب يخرج بقى يا زميلي بيلاقي ضوء جامد جدا متوجه على عينه وبيألمه جدا، وبنلاقي ان هو الشاب اللي كلف اخوه عشان يقتله. وبيعرف المحارب انه تلميذ من تلامذه اخوه قبل ما يهجم عليه، وبيقترح عليه الشاب انهم يتقاتلوا تاني يوم الساعه 5 في ساحه اكبر عشان يعرفوا يضربوا بعض كويس ويقدر يستخدم حركته المره دي اللي هي قبضه الكندر. وبيوافق المحارب وبيفضل المحارب تركيزه متشتت تاني يوم وبيفضل يفتكر ذكرياته مع اخوه لما قال له معلمه ووك على مدرسه الكندر، فقرر انه ياخد اخوه معاه وان دي اكبر غلطه عملها في حياته. وبيطلع معاه الجبل عشان يدوروا على المدرسه ويلاقوها ويشتركوا فيها، واتفقوا كمان ان لو واحد بس فيهم واللي اتقبل يستنى التاني لغايه لما يخلص تدريبه في المدرسه ويخرج ويعلم التاني كل اللي اتعلمه في المدرسه. فعلا بيقابلوا سيده الكندر اللي بتمشي المحارب وبتقبل اخوه وبيزعل جدا على اخوه ويقول للسيده ان مهاراته القتاليه اعلى جدا منه وان ده ظلم. فبتقول له السيده ان على الرغم من ان اخوه اقوى منه لكن هي عايزه اللي عنده شغف اكتر. وبيمشي المحارب وهو حزين وبتأمر السيده اخوه وبتقول له انه هيبدا معاهم انه يشتغل في المطبخ. وبتمر سنه وهو في خدمتهم وبيتدرب تدريب خفيف كده. وبتقرر السيده انه بعد ما خدمهم من غير اي شكوى دلوقتي بقى تقدر تتعلم فنون القتال معاهم. وفي يوم من الايام بتخرج السيده بتلاميذها الثلاثه للغابه للتمرين، وبيلاحظوا كده حركه غريبه يا زميلي بين الشجر وبيشوفوا شخص بيقلد نفس حركاتهم وكانه بيتدرب معاهم. وبيسالوا السيده عن الشخص ده وبتقول له انه اخوه وانها اكتشفت ان عنده شغف اكبر منه. بيستغرب الاخ من الكلام دواتي ما بقاش عارف هي بتدرب مين فيهم. وفي يوم بتشوف السيده الاخ واقف قدام قفص عصفوره وبتساله لو معجب بيها، فبيقول لها انه صعبان عليه وانه لازم يحرره بايده. فبترد عليه السيده وتقول له انها على طول هتفتح له القفص على امل انه يخرج، لكنه شايف ان الامان بالنسبه له في القفص ومش عايز يسيبه تاني لان الكندر اكل اخوه لما خرج من القفص. ومن ساعتها وخاف يخرج من القفص. وبنروح للشاب لما بيحكي للسيد اللي حصل والاتفاق اللي اتفقوا مع اخوه، وبيقول له السيد انه علشان يقدر يهزمه لازم يلعب بدماغه، وده عن طريق انه يروح ياخد تذكار من معلمه ووك لانه بيعتبره زي ابوه ولو حصل له حاجه هيزعل عليه جدا جدا. وبفضول بيسالوا الشاب عن اللي عمله في اخوه خلاه وصل لكده. فبيفتكر السيد بعد ما اخوه ضربه وسرق الكتاب وانه بعدها راح يتعالج من اثار ضربه وساعتها قرر انه ينتقم منه. وبنعرف ان اخوه كان متزوج ومعاه بنت وانه سابهم عشان فاكر انهم هيعطلوا طريقه كمحارب. وبتزعل مراته وبنته منه جدا. وبنرجع لاخوه لما كان في المدرسه وبنعرف ان تلاميذ المدرسه كلهم مشيوا ما يفضلش غيره هو وتلميذ تاني. وفي يوم بيخرجوا علشان يعملوا تمرين جديد وهو انهم يجروا هم رابطين رجليهم، وبيكون تمرين صعب جدا لكنهم بيقدروا يعملوه بصعوبه جدا. وبيجي التمرين التاني وهو انهم ينطوا من فوق الحواجز وهم رابطين برضه رجليهم، وبيفشلوا في التمرين ده ما يقدروش يعملوه. وبيتضايق زميله وبيمشي من المدرسه هو كمان لانه شايف انها ملهاش لازمه وما بيفضلش في المدرسه حرفيا غيره. وبالليل على العشاء وبتتكلم معاه السيده وبتشرح له عن تاثير المشاعر على جسم الانسان وانها ممكن توقف حركته وتشل رجليه. وبيلاحظ حد كده من ورا الشجره بيراقبهم وبيلاقي ان اخوه ورابط رجله زي ما كان عامل الصبح. وتاني يوم بيحاول انه يعمل نفس التمرين اللي فشل فيه امبارح وبينجح، فبيقرر انه يعلي الحاجز اكتر لفوق وبيقدر انه يعديه بكل سهوله وبيفرح جدا. وبالليل بتدخل عليه سيده الكندر وبتقول له انه وارثها دلوقتي وبتديه كتاب الكندر وبتخليه يوعدها انه ما يستخدمش قبضه الكندر الا في اسوأ الظروف. وبيفرح جدا بالكتاب وكل ده بيبقى اخوه شايفه ومتضايق جدا. وبيروح الشاب للمعلم ووك اللي كان بيضرب واحد من تلاميذه وبيقابله وبيتخض المعلم لما بيعرف انه من مدرسه الكندر اللي فشل فيها زمان. وبيقول له انه زمان كان نفسه يدخل المدرسه دي لكن دلوقتي المدرسه دي ما تشرفش لانها بيت مدرسه قتله ومجرمين. وبيبدا بينهم قتال وبيكون الشاب قوي جدا عن المعلم وبيقدر انه يهزم تلميذ ووك لما بيدافع عنه وبيكسر راسه. وبعدها بيقاتل ووك وبيقدر انه يوقعه على الارض ويهزمه وبياخد من على زيه الشعار بتاعه كتذكار كمحارب. وبعدها بيروح لمكان وبيفضل يخترع عاكس قوي للضوء ويثبته على ظهره. وتاني يوم بيكون المحارب قاعد بيتامل على الساحل وبيفتكر كلام سيده الكندر لما قالت له انه هيتعمي لما يوصل لسن ال40 وهو بيبقى خايف جدا لانه بيكون قرب على السن ده وانه كان بيتمنى انه يشوف عيلته مره تانية. وبيفتكر لما فضل يومين يراقب عيلته من بعيد وفجاه بيشوف اخوه وهو بيدخل لهم البيت وبنته بتجري عليه وبتحضنه. وبيشوفه كمان وهو بيخونه مع مراته وبيلاحظ ان عيلته بتتعامل معاه كانه هو. وبيعرف بعدها انه انتحل شخصيته لانه مراته ما بتعرفش ان عنده اخ توأم قبل كده وفاكراه هو. وبيفضل المحارب بيراقب اخوه وهو مع عيلته وهو فاكرينه هو. فبيقرر يومها انه يقتله لكن ما بيقدرش لانه بيفتكر نفسه اضعف منه جدا وبيكون خايف من مواجهته طبعا. فبيقرر انه يسيبه ويهرب. وبيرجع المحارب للواقع ويبقى فاضل ساعات بس على قتاله مع تلميذ اخوه.
وبيشوف الشاب ده وهو جنبه الساحل وبيضرب نفسه لماجوتو وبيتحداه. وبنروح للسيد وهو قاعد على الجبال وبيفتكر ذكرياته مع معلمته سيدة الكندر لما كانت بتدربه تدريب عالي جدا وصعب، وانه في الاول قعد ايام كتيره مش قادر انه يعمل ولا تمرين من كتر صعوبته، يقدر يتمرن عليهم كتير جدا لغايه ما بيتقنهم ويبقى يعملهم بكل سهوله في نفس الوقت اللي بيتدرب فيه المحارب وهو رابط عينه وبيجهز نفسه على القتال لما يتعمل قريب. وبعدها بيلم خيمته وحاجته ويتجه للمكان اللي اتفق عليه مع الشاب وبيجهزوا نفسهم للقتال وبيسخنوا يا زميلي ويبدا القتال. وبيقول للشاب انه باين عليه انه افضل تلاميذ اخوه، فبيفرح جدا الشاب وبيقول له انه معاه كل حاجه الا حاجه واحده بس مش معاه وعايز ياخدها منه، وهي قبضه القندر، وانه معلمه وعده انه لو قتله هيعلمها له ويديه كتاب القندر. بيستهزأ المحارب بكلامه وبيقول له انه سيده بيضحك عليه وانه بعته علشان يشوف بس قوه اخوه بقت عامله ايه دلوقتي وانه بيجرب فيه مش اكتر. ما بيصدقش الشاب الكلام دوت وبيبدا في الهجوم عليه وبيبان انه اقوى من المحارب، فبيسخر منه الشاب وبيقول له انه عارف ان بقاله 6 سنين ما ضربش ولا واحد وده اكيد اثر على مستواه في القتال. وبيقول له الشاب ان لو اداله الكتاب هيسيبه، وبينكر المحارب ان الكتاب معاه وبيرجع له القتال مره ثانيه. وبيقدر الشاب انه يدفن راس المحارب في التراب. قبل ما يخلص عليه المحارب بيقوم له وبتدور بينهم معركه قويه جدا، ويفتح الشاب قميصه وبيوجه عاكس الضوء اللي مثبته في صدره على عينه وما بيقدرش المحارب انه يتحرك من مكانه. بيجي الشاب علشان يهجم عليه، بيقدر المحارب انه يصده ويهاجمه هو كمان. بيستغرب الشاب جدا وبنعرف انه اتدرب انه يقاتل وهو مغمض عينه عشان يقدر يتغلب على نقطه ضعفه دي لما يكبر. وبيقدر المحارب انه يكسر العاكس اللي في صدر الشاب وبيتصدم من قوته حتى وهو مغمض عينه. وبيحاول الشاب ان يلعب بدماغه، فبيديله الشعار بتاع معلمه وبيحكي له ان قبل ما يموته كان طلب منه اخر امنيه وهو انه يقول للمحارب حاجه، لكن بيرفض الشاب انه ينقل الكلام لحد وبيخلص عليه قبل ما يقول. وبيفضل يضحك انه ما حققلوش امنيته الاخيره. بيتاثر المحارب جدا من كلامه، وقبل ما يهجم عليه بيفكروا الشاب بمراته وبنته اللي اخوه قتلهم وماتوا وهم فاكرين ان هو اللي قتلهم. وبيحكي له عن بشاعه شعور بنته وقتها لما شافت ابوها بيقتلها، وان مراته اللي ما كانتش فاهمه حاجه اللي هو انت بتقتلنا ليه. بينهار وقتها المحارب وبيقع على رجله في الارض من اللي سمعه، وبيفضل يعيط ويقول للشاب ان سيدو كان عنده حق لما قال له ان لو عايزه ينهار يفكروا بالقصه دي. لكن المحارب بيحول الغضب والحزن اللي جواه لقوه وبيهجم على الشاب وبيستخدم قبضه الكندر وبيخلص عليه. وبيجي طائر الكندر وبياكل راس الشاب، وبيفضل السيد منتظر اخوه علشان يجي يقتله. وبكده يكون خلص معانا الجزء الاول من الفيلم ده. ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.